السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ أسرار. اليوم راح نحضروا الديول بطريقة سهلة ومبسطة. نحب نقول لكم شيء فقط، اللي أول مرة تشوف قناتي نتمنى أنها تشترك في قناتي وتدعمني وتضغط على زر الاشتراك، ومن بعد تضغط على الجرس باش يوصلها كل جديد. واليوم الديول هادو أو أوراق البوراك راح نحضروهم كل خطوه نحضروا طريقه. يعني انا عندي بزاف طرق، وكل ما نحضر طريقه وتنجح لي راح نصورها فيديو. واش عندنا في هذا المقادير؟ اليوم راح نديروا طريقه تاع يعني الفرينه، وكاين تاع سميد، وكاين سميد وفرينه، وكاين الطريقه التقليديه. المره الجايه ان شاء الله راح نحضر لكم الطريقه التقليديه. واش عندنا في هذا المقادير؟ عندنا كاس فرينه، وعندنا شويه ملح، وعندنا الماء باش نجمعوا به. نبداو في التحضير. اولا انا حنحط الفرينه تاعي، نحط شويه ملح، نخلط هاد المقادير كلها مع بعض هكذا، ومن بعد نضيف بالماء بشوي. انا درت يعني مقادير قليله، تقدروا انتم تضاعفوا المقادير. نخلطو مليح، لازم تخلط مليح. انا كان الصحن تاعي يتحرك، درت هذا راح نحركو هكذا، نبقى نحرك. نستمر في التحريك هكذا. وهنا كما تعرفوا البوراك تاعنا يجي شوي جاري، شوي فقط. راح نزيد له شوي، نضيف له شوي ماء. راح نضيف له شوي ماء. نبقى نحركو هكا، نستمر في التحريك. لازم نذوب الفرينه كامل. هنا بعد ما حركت مليح راح يكون هذا هو القوام تاعو هكذا كما تلاحظوا. واش راح ندير دركا؟ راح نجيب بلاستيك غذائي ونخليها ترتاح لمده ربع ساعه او نصف ساعه، ومن بعد نحضروا به هكذا. راح نخليها ترتاح. نستعمل بلاستيك غذائي باش ما ديرليش القشره من الفوق. ونتلاقاو ان شاء الله بعد ما ترتاح لنا. ارتاح لنا العجينه تاع البوراك. واش حطيت؟ انا حطيت كاسرونه ماء تغلي كما تلاحظوا هذه، وحطيت فوقها مقله. المقله لازم تكون ما تلصقش. ونحتاج شيته تاع الدهن. الشيته لازم تكون كي هكا غليظه، ما تكونش شيته تاع السيليكون، مش راح تنجح لكم مليح. راح تكون الشيته هذه احسن، هذه اللي فيها الشعيرات راح تكون احسن وراح تنجح لكم. نبداو نحضروا البوراك. راح نبداو ندهنوا الجوانب هكذا. نقصوا النار فقط. طريقه سهله كما تلاحظوا. نبداو ندهنوا الجوانب. كل ما تشوفوا فراغ حاولوا انكم تغلقوه، يعني تدهنوا فوقه. واذا تحبوها خشينه بزاف عاودولها هكذا. هكذا نستنى حتى تنشف لي.
حتى تنشف لي يعني ويطلعوا الاوراق من الجوانب هكذا. نحيها مباشره، كي نحيها نحاول اني نحطها في السرفيطه ومغطيه يعني بلاستيك غذائي او نيلون هكذا. كل ما نشوف بلاصه رقيقه نحاول اني نغلقها فقط. كما قلت لكم شيت هذه راح تساعدكم بزاف، والماء مش راح تحرق لكم في ساعه، راح تطيب بالخف وتطيب على مهله وتطيب طريه. خليوها تطيب. كي تطيب لكم حطوها دهنوها مباشره بشويه زيت فقط وحطوها في بلاستيك غذائي او سرفيطه. هنا كما تلاحظوا راح نمسحها، راح نحيها. ها هي طيب. اللي عندها مقله كبيره يكون احسن. هيك راح نكمل الطريقه هذه. وان شاء الله راح ندير لكم وصفات بزاف تاع اوراق البوراك او اوراق البسطيل العربيه. راح ندير لكم اوراق وراح ندير لكم حتى الطريقه التقليديه، لاني انا كنت نستعمل حقيقه الطريقه التقليديه، ولكن جربت الطريقه هذه قلت علاش يعني ما نصورها لكمش للاستفاده فقط. يعني كاينين بنات بزاف يحبوا يديروا يتعلموا حوايج في الدار. يعني انا ان شاء الله نبعث لكم طرق يعني الوصفات السهله ونجربهم، وكي ينجحوا لي راح نصورهم ونحطهم لكم. كما قلت لكم راح نغطس الزيت في هذا وندير هكذا فقط، يعني باش تجيني طريه. يعني هذه من عندي انا يوم ماشي شفتها. نخليها حتى تطيب تماما باش ما تجيكمش معجنه. خليوها تطيب في عقلها لانها مش راح تحرق لكم كيما على بالكم الاخر الماء تحتها. وشي ما تخافوا تنشف لكم، على هذا قلت لكم ندهنوها بالزيت. يعني راح نمسحها كما تلاحظوا تنحى بسهوله. اوراق البوراك او الديول او اوراق البسطيله يكون هذا هو شكلهم. راح نعطيكم، انا استعملت مقادير قليله، تقدروا تعرفوا المقادير، لكن والله العظيم راح تجيكم رائعه. نتمنى انكم تجربوها لانها يعني سهله جدا وتقدروا تحضروها. يعني سهلين بزاف، يعني ما فيهمش يعني تعب او يعني مقادير يعني بزاف. راح يعني شوفوا كما تلاحظوا يعني سهلين، مش راح تلقاو فيهم تعب. يعني تقدروا تحضروهم وتستعملوهم، يعني تحطوهم حتى في الثلاجه وتستحضروا بهم، تستحفظوا يعني بهم حتى الوقت اللي راح تحضروا فيهم. ونتمنى انه ينال اعجابكم هذا